السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. أنا أماني ودي قناتي. النهاردة إن شاء الله فكرة الفيديو إزاي لو أنا مشغولة أو تعبانة أو بشتغل والوقت ضيق معايا جدا، نفسي أكل محشي، أعمل إيه؟ بخطوات بسيطة جدا منك. هنعمل المحشي، ومش هتتعبي أبدا ولا تحس إن اليوم نص ضاع، ولا آلام في كل الجسم، ولا تعبانة، ولا إيدك وجعك، ولا ظهرك وجعك، ولا أي حاجة. تابعي معايا الفيديو للآخر، هتستفادي جدا. أول حاجة معايا دلوقتي هنمسك الطماطم نقطعها زي ما انتم شايفين كده، والبصل، وهنضربهم في الخلاط. في ناس طبعا بتحب تبشر البصل او تقطعه كده قطع صغيره، طبعا براحتكم. انا عن نفسي بعمل ايه؟ بضرب الطماطم والبصل الاتنين مع بعض في الخلاط. دي اول خطوه هنعملها، وبعدين هنحطها على النار، وبعد كده هبوريكم بقى كل حاجه على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده احنا هنقطع الطماطم. هنقطع كل واحده على 4 كده، وهنحطها كده. هنخلص بقى كل الكمية. انا جايبة 1.4 كيلو طماطم، هقطعهم كلهم وبعدين هنرجع نكمل باقي الفيديو مع بعض. دلوقتي بقى هنقطع البصل زي ما انتم شايفين كده. البصل ده هنقطعه، البصلة دي والبصلة دي هنقطعهم وهنحطهم هنا في البولة الازاز دي، وبعدين هنضربهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. كل واحدة كده هنقطعها 4. كل واحدة هنقطعها 4، نحطها هنا. بعد كده هنضرب بقى الطماطم والبصل اللي قطعناه دوت في الخلاط، وهنحطه على النار. وبعدين بقى هبوريكم المنظر على البوتاجاز. دلوقتي احنا حطينا عصير الطماطم، 1.5 كيلو طماطم، وحطينا بصلتين كبار، ضربناهم في الخلاط وحطيناهم على النار زي ما انتم شايفين كده. حطينا معاهم معلقتين سمنه و4 معالق زيت، وحطينا الصلصه 4 معالق صلصه كبار، 4 معالق صلصه كبار. وبعدين بقى حطينا البهارات. هنحط معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره بهارات. بعدين هنحط الملح، معلقتين كبار ملح، علشان التسبيكه دي هنحط لها 2 كيلو رز. بعدين هنحط الخضره، ربطتين من كل نوع، ربطتين شبت، ربطتين كزبره، ربطتين بقدونس. دلوقتي بقى هنجيب الخضره ونحطها. دلوقتي بقى احنا ممكن نقف عند الخطوه دي، ان احنا ضربنا الطماطم والبصل في الخلاط وحطينا عليهم التوابل والملح وحطينا مرقه الدجاج وسبكناهم. ممكن نقف عند الخطوه دي ونشيل الخليط ده اللي قدامكم ده، اللي هي التسبيكه دي، في قلب الفريزر وبس كده. يبقى دي اول خطوه عملناها في المحشي، نعمل الخطوه دي ونشيلها في الفريزر. الخطوه التانية دلوقتي عشان اعمل المحشي، اجيب الخضره بتاع المحشي واقطعها صغير كده زي ما انتم شايفين، واشيلها في كيس في الفريزر، وافرغ كل الهواء من الكيس واحطها في الفريزر. دلوقتي بقى هوريلكم شكل الخضره اللي انا مفرزاها جوه الفريزر اهو. ده منظرها اهو، مجمده، وفيها مجمده اهي زي ما انتم شايفين. عليها طبعا تلج كده، البخار بتاع البروده بتاعتها اهي، خضره وشكلها تحفه. محدش بقى يقول لي ايه الخضره بتسود جوه الفريزر واحنا بنحب نقطع الخضره ونحشي على طول ونعمل الخلطه على طول ونعمل كل الخطوات على طول. لا عادي، انت ممكن تجيبي الخضار كده اللي هو الخضره، الشبت والبقدونس والكزبره، وتقطعيهم وتحطيهم في كيس كده زي ما انا حطاهم وتشيليهم في الفريزر، وتبقي عملتي خطوه من خطوات المحشي وشلتيها في الفريزر. ولما بقى تيجي تحشي تبقي تطلعيها على طول على التسبيكه وتقلبي على طول وخلاص. دلوقتي بقى احنا في المرحله الثالثه. هنعمل ايه؟ هنشتري الخضار اللي هنحشيه. دلوقتي احنا هنحشي زي ما انتم شايفين كده كرنب،
فروحنا اشترينا الكرنب. يبقى الخطوه الثالثه اشتري الحاجات. يبقى الخطوه الثالثه دي هنعملها في يوم، هنخرج ونشتري الحاجات. الخطوه الرابعه هنمسك بقى الكرنبه دي دلوقتي نقطعها عشان نسلقها. زي ما انتم شايفين كده هنسلقها، هنقطعها قصدي. نحاول بقى كده ايه نفكك الورق من بعضه. شوف بقى كده هو يبدأ منين. اول حاجه ايه فككنا اول ورقه ايه، وبعدين اول حاجه عملناها ايه لما نيجي نقطع الكرنب نقطع الراس اللي فوق. بعد كده هنشوف الورقه اللي بعد كده جايه منين اهي ديت. زي ما انتم شايفين كده اهي نفككها. اهي نفككها. دلوقتي بقى هنقطع الكرنبة التانية، هنفككها وبعدين هنسلقها. زي ما انتم شايفين كده الراس دي اللي من فوق دي هنعمل ايه، هنحاول بقى ايه نبدأ نضغط كده. الناس اللي ما بتعرفش تقطع الكرنب اهو نحاول نضغط كده بالسكينة داير داير كده، نفضل نلفها كده، نقطع ونلف ونقطع ونلف اهو كده لحد ما الراس دي تطير خالص اهي زي ما طارت اهي. بعد كده هنكمل بقى تفكيك باقي الورق. زي ما شايفين كده بقت كده ماشي. ابدأ بقى كده اسلك الورق من بعضه. هو كده الورق شابك في بعضه كده اهو. ادي اول واحده طلعت اهي طلعت، وبعدين اهو بري بقى ايه للناس اللي ما بتعرفش تفكك الورق بتاع الكرنب اهو كده شايفين كده اهو. اهو داير داير كده والف اهي. هلاقي الجزء ده كمان اللي في النص ده هو ده الجزء اللي متشابك فيه الورق اهو. بدأت الورق يطلع منتهى السهولة شايفين اهو. طلعت اهي الورقة طلعت معايا اهي. هبدأ بقى اسلك الباقي اهي. الورقة طلعت التالتة كده على جنب، وبعدين يلا نسلك بقى الباقي كده. انا بقى عامله الخطوه بتاعه تفكيك الورق دي كده بالتفصيل كده عشان في ناس ما بتعرفش تفكك الكرنب اللي حجمه كبير ده. دلوقتي بقى احنا في مرحله سلق الكرنب. بعد ما فككناه زي ما شفتوا هنسلقه بقى. نحط بقى كده بالتدريج وهنسلقه. دلوقتي بقى هنضغط كده بالراحه خالص على الورق اللي حطيناه بالراحه خالص عشان الورق ما يتكسرش. طبعا عامله الخطوات كده بالتدريج وبدقه عشان الناس اللي ما بتعرفش تعمل كرنب ولا تسلق ولا تعمل اي حاجه. وهوريكم ازاي دلوقتي بنختبر الورقه
عشان نعرف انه اتسلق. اهو غطسنا الورق كويس في الميه. دلوقتي احنا سلقنا الكرنب اهو زي ما انتم شايفين. خد قد ايه؟ خد 6 دقايق بالظبط. هنبدا بقى نحط تاني باقي الكرنب ونسلقه. يبقى الكرنب ده خد وقت قد ايه؟ 6 دقايق. هنكمل بقى باقي سلق الكرنب ونرجع لكم. دلوقتي بقى الخطوه الرابعه، هنجيب الرز زي ما انتم شايفين كده، ولو هو من النوع السايب هننقيه ونغسله. طيب لو هو من النوع المعلب، الرز من النوع المعلب هنغسله على طول وبيبقى نضيف. وفي بعض انواع الرز كمان بتبقى مصفاه ومنقاه، زي رز الضحى او رز عاصم، دي انواع رز ما بتتغسلش. فلو جايبه من النوع الرز الحلو ده اللي هو من انواع الشركات الغاليه دي، فما بيتغسلش اصلا، هتحطي الرز على طول على التسبيكه. طيب الرز ده احنا هنغسله وبعدين هنرجع نحطه بقى على ايه؟ على التسبيكه اللي احنا شايلينها في الفريزر. الخطوه اللي هي اول خطوه وتاني خطوه، هنطلع بقى التسبيكه والخضار المقطع، اللي هي الخضره، الشبت والبقدونس والكزبره اللي شايلينهم في كيس. الحاجات دي هنطلعها من الفريزر وهنحط عليها الرز. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين دي الخلطه بتاع المحشي. عملناها ازاي؟ طلعنا التسبيكه اللي في الفريزر اللي احنا شايلينها، وطلعنا الخضره اللي شايلينها في الفريزر برضو، وحطيناهم على بعض وقلبناهم على النار بعد ما فكت التسبيكه. وبعدين غسلنا الرز وحطيناه زي ما انتم شايفين وقلبنا كله على بعضه. كان ناقص ايه؟ نحطه الملح. ده كيلو ونص رز، فحطينا له معلقه ونص كبار ملح. دلوقتي بقى هنحشي المحشي صوابع ونحطه في الحله. دلوقتي بقى هوريلكم شكل ورق الكرنب لما استوى واتسلق يعني معانا اهو بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه دوت. طيب دلوقتي عايزه اعرف ازاي ما يتهريش مني وهو بيتسلق، ان انا ما احطوش فوق بعضه وهو سخن جدا. كل ما اطلع الورق وهو سخن احطه وافرده كده على سرفيس كبير، وما احطش بقى ايه كل الكميه على بعضها مره واحده، لا اطلع كل كميه المره اللي اعمل فيها واسلق فيها شويه واطلعهم، افردهم كده على السرفيس واسيبهم يتهووا، واجيب سرفيس تاني برضو اطلع فيه الكميه اللي عملتها في المره التانيه لحد ما تبرد تماما من كل الحراره اللي فيها، وبعدين احطه فوق بعضه. ما ينفعش احطه كله فوق بعضه وهو سخن، هيتهري مني ومش هعرف احشيه. دلوقتي بقى هوريكم ازاي بعد ما سلقنا الورق هنحشي. هنشيل بقى، شايفين العود اللي في النص ده؟ في عود في النص كده هنشيله، لونه ابيض. هو العود ده هنشيله اللي بقى في نص الورقه. وهنمسك بقى الورقه كده هنقطعها. شايفين الورقه اهي؟ شلنا منها العود. هنمسكها نحطها كده وهنقسمها كده ايه نصين. بس هنبدأ بقى نحشي. شايفين الورقة اهي اتعملت. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنصغرها شوية، طلعت كبيرة هنصغرها كمان اهي. هنتنيها كده، هنقسمها بقى ايه نصين كده. هنبدأ بقى نحشي. هنحط الرز ونلف اهي. شايفين هي طويلة جدا اهي الورقة. هنجزأها كده وهنحشي اهي. نحط الرز كده وهنلف كده زي ما انتم شايفين. بقت صباعي.
شايفين صباع. هنعمل بقى كل الكميه كده وهنحطها في الحله. نعمل واحد كمان اهو. نحط الرز كده وبعدين نلف اهو كده بالشكل ده اهو بصبع اهو. شايفين اهو. هنعمل بقى كل الورق اللي انتوا شايفينه ده، هنعمل بقى كل الورق اللي انتوا شايفينه هناك ده، وهنخلصه وهوريلكم في شكل الحله بعد ما نخلص صوابع المحشي. هنعملها كلها زي ما انتم شايفين زي الصوابع دي كده. ده بقى شكل المحشي وشكل الحله بعد ما لفينا كل الورق صوابع كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنسوي المحشي ده. هنحط شوربه كميه كده، هبقى اوريكم ازاي بنحط الشوربه للمحشي وبعدين هنسويه. دلوقتي بقى هوريكم ازاي هنسوي المحشي. هنحط بقى كده الشوربه اهي. 6 7 زي ما انتم شايفين كده بقى. حطينا الشوربه تبقى باينه فيها الشوربه مش مغطياها. لو الشوربه غطت المحشي يعجن، لازم تبقى كده باينه فيها مش مغطياها. بعد كده هنشغل النار بقى عليها، واول ما تبدا تغلي واللي تشرب الميه دي تماما بعد ما تغلي ب10 دقايق بنوطي النار خالص عشان ما يشدش من تحت، عشان نسيبه يكمل سوا على الهادي. ده بقى شكل المحشي لما استوى. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، وشكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده بقى اول وجبه من وجبات الاسبوع، محشي وفراخ مشويه. ممكن بقى نقدم جنبه سلطه خضراء، سلطه طحينه، وبس كده.